السلام عليكم متابعيني الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ امبارح بقلب في الفيس يا جماعه، لقيت حد في جروب القلعه اسره واحده اسمه عمر الخطيب ناشر بيحذر الناس من كوبري المشاة بتاع القلعه عند كوبري العواد يا جماعه. بصوا يا جماعه، عشان لو حد عيل معاه عيل صغيره ولا حاجه ما يسيبش العيال ماشيه لوحدها فوق الكوبري. وفي حد من الاهالي جزاه الله خير جاب حبال وربط الحته المفتوحه بدل الحديد المخلوع. بصوا اللي قدام حضراتكم ده يا جماعه، فجزاهم الله خير. فيا ريت اي حد معاه عيال يمسكهم في ايده، ما يخليهمش يمشوا الكوبري ده لوحدهم يا جماعه. بصوا المنظر عامل ازاي، انا حد حسب الله ونعم الوكيل خلع الحديد اللي في الكوبري، حسب الله ونعم الوكيل فيه. فاحنا بنناشد يا جماعه رؤساء الحي يجوا يصلحوا الكوبري دوت، ويا ريت يبقى فيه متابعه عشان ما يحصلش كده تاني، ولا قدر الله اي عيل صغير يقع من فوق الكوبري. وجزاهم الله خير يعني اهالي القلعه اسره واحده، وبالاخص الاستاذ عمر الخطيب يا جماعه، عشان هو كان ناشر والصوره قدام حضراتكم اهي، ده قبل ما يعملوا الحبال. تمام. والكوبري اهو يا جماعه، كوبري العواد في الوش هناك اهو، عشان حضراتكم تبقوا عارفين ان الكوبري ده فين بالظبط. كوبري هناك اهو يا جماعه، كوبري العواد، وده طريق محور المحموديه بالاسكندريه. تمام. وعزبة القلعة هناك ايه على شمالنا يا جماعة. انا قلت اجي اصور بردك فيديو لحضراتكم، يمكن حد من المسؤولين يشوف هذا الفيديو يا جماعة ويصلح ويتم اصلاح الحديد المخلوع ده. بس يا جماعة ايه، فانا بطلب من حضراتكم يا ريت اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. واللايك يا جماعة بيخلي الفيديو ينتشر ويروح لجمهور كتير، فيا ريت تدعمنا باللايك والاشتراك. وشكرا لحضراتكم، سلام واشوفكم على خير.